السلام عليكم ورحمة الله. وزير التعليم ومدير التعليم، وبحكم ارتباطكم مع مصلحة الأرصاد والبيئة وأنتم عارفين الجو اللي صار اليوم، من المسؤول عن إرباك المشهد التعليمي اليوم اللي حصل في مدينة الرياض؟ من المسؤول وأنتم الاثنين المسؤولين عنه؟ من المسؤول؟ جاوبوني. بتحطونها في ارقام مدراء المدارس؟ والله قال لك ما علقوها. طيب ايش معنى تعطي صلاحيات لجميع مدراء المناطق ومدير منطقة الرياض اللي قاعد يشاورك على الواتساب ما تسمح له يا وزير التعليم؟ مستحيل انه ما شاورك، وانك لا انت نظامك معروف من اول، من ايام ما كنت مسؤول في الجامعه وانت ضد ال الاجازات هذه. لازم يعني تشوف الاختناقات وبعدين من المسؤول عن ارباك المشهد التعليمي؟ اولياء امور يجيبون عند بعض المدارس يوصلون عيالهم عند المدرسه، يجي مدير المدرسه او مديره المدرسه تقول ارجعوا والله الفصول صايره مثل الثمامه، ومدراء مدارس ثانيه خلوهم يطلعون انصراف كامل الساعه 9. قال لك والله ما يقدرون يفطرون، وجبة الإفطار صعب في الساحة أو مدري إيش بسبب الجو الغبار، الجو الغير صحي هذا. طيب يعني جاهلك أن الجو غير صحي؟ ولا بعض مدراء المدارس اللي طلبوا الإسعاف بسبب حالات الاختناق والربو؟ يا وزير التعليم يا مدير التعليم، مسؤولية اللي حصل اليوم في أعناقكم. لا تظن أن العباطة والعناد انها بتوصلك اعلى الدرجات او انك بتخليك مستمر وجالس على كرسيك. لا تظن انك قاعد ترضي المسؤولين اللي فوقك، انك بهالقرار هذا بالعكس اللي بيعجل بشيلتك من الكرسي انت وياه. عجيب الامر، الارباك اللي حصل هذا مصيبة. وبعدين اولياء امور يبغون يطلعون على اساس ياخذون عيالهم من المدارس بسبب الانصراف، ومديره في العمل يقول لك لا والله عندك مراجعين وعندك شغل، لا اصبر تاخر شوي. من المسؤول عن الفوضى هذه؟ والثاني اللي طلاب قريبين من المدارس ويطلعون يسوون لهم انصراف ويروحون على رجولهم ويضربون الباب، ما في البيت احد او نايمين او ابوه وامه في الدوام ما جو. من المسؤول عن طالب وسط طلع من المدرسه وحط يده على خده جالس عند السلم او درجه باب بيتهم ينتظر ابوه يجي يفتح له في هالجو الغبار؟ لكن حسبي الله ونعم الوكيل.